وفاة دخيل القحطاني بعد 29 يوما من رحيل أبو مرداع. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي قبل شهر تقريبا أبو مرداع يوم 11 ديسمبر الماضي، حيث ظل القحطاني يتلقى الرعاية داخل مستشفى الملك خالد بحائل وخضع منذ لحظة وصوله لتدخل إسعافي فوري مع إجراء فحوصات طبية شاملة ومتابعة دقيقة، ليتم نقله لاحقا عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة بوحدة عناية فائقة إلى العاصمة الرياض لمواصلة العلاج تحت إشراف طبي متخصص لمراقبة حالته طوال الرحلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، ويرحم أبو مرداع، ربنا يا رب يرحمهم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. وفاة دخيل صديق أبو مرداع متأثرا بالحادث الأليم الذي تعرضوا له منذ شهر تقريبا.